ركبت ميكروباص وعلى غير العادة السواق بيقف في الأماكن اللي بيركب فيها الناس، لكنه ما بيتكلمش خالص ولا بينادي على المنطقة بتاعته. الناس تسأله يقول لهم أيوة ويركبوا. وواحد تاني كل ما يقف في المكان ينادي على منطقته، والناس برضو تيجي وتركب. فاستغربت، هو الرزق بيجي ازاي؟ هو اللي عمله الأولاني هو اللي صح انه ما بيتكلمش وبرضو جاله الرزق، ولا اللي عمله التاني انه هو بيقعد ينادي وبرضه بيجيله الرزق؟ هو الرزق بيجي ازاي؟ لحد ما لقيت الإجابة في بوست واحدة صاحبتي بعتتهولي على الواتس. البوست ده بيحكي عن قصتين على نفس الموضوع، وهو موضوع الرزق. أول قصة فيهم كانت ما بين الإمام مالك وما بين الإمام الشافعي، واللي استشهدوا بيها بنفس الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني بتطلع وهي بطنها فاضية وترجع وهي بطنها مليانة. فالإمام مالك استشهد إن كده الرزق بيجي بالتوكل وبس. العصافير طالعة متوكلة على ربنا فراحت جالها الرزق. والإمام الشافعي يقول له لا، هو قال لنا تغدو خماصة وتعود بطانة، يعني معنى كده إن الطلعة والدخلة بتاعتها والأخذ بالأسباب هو اللي جاب لها الرزق. فالإمام مالك برضو مش مقتنع. الإمام الشافعي طلع من عنده وعايز يثبت له بس مش عارف ازاي، فلقى راجل شايل كيس تقيل مليان بلح، قال له أساعدك؟ قال له أيوة يا ريت. فالمهم شال معاه الكيس لحد ما وصله للبيت. أول ما وصلوا للبيت راح اداله شوية بلح وقال له عشان انت تعبت معايا. فرح جدا الإمام الشافعي وأخد البلح ده وطلع على الإمام مالك وقال له أهو جبت لك اللي يثبت الكلام بتاعي، أدينا أهو عشان ساعدت الراجل. راح الراجل اداني شوية بلح. وفي نفس الوقت الإمام مالك قال له طب انت هدتني من البلح، انا ما عملتش حاجة، يبقى انا برضو عشان توكلت على الله فجالي الرزق لحد عندي ومن غير تعب. وبعد كده طلعوا هما الاتنين من نفس الحديث ده بحاجة جميلة جدا، ان رحمة ربنا واسعة. يعني ربنا بيدي حاجات بالفضل وبيدي حاجات بالعمل والأخذ بالأسباب، فاحنا ليه عايزين نضيق رحمة ربنا؟ القصة التانية بقى كانت لتاجر وهو ماشي كده شاف طائر جناحه مكسور، فراح قال يا الطائر ده جناحه مكسور هياكل ازاي؟ اما شوف كده ربنا هيوصل له الاكل ازاي. وتنه قاعد يترقب الطائر ازاي الطائر ده هياكل، لحد ما شوية جه طائر تاني وحط له الاكل في بقه. قال الله، يعني ربنا بيرزقنا من غير ما نعمل حاجة. فراح الراجل ساب تجارته وقال بس أنا هتفرغ للعبادة. وتنه قاعد يتفرغ للعبادة لحد جه واحد صاحبه وقال له وانت بتعمل ايه؟ فحكى له القصة. قال له طب وانت ليه تختار ان انت تكون المؤمن الضعيف؟ ليه ما تكونش المؤمن القوي اللي بيسعى وبيساعد غيره؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآخر كده في موضوع الرزق، لو قدرت ان انت تكون المؤمن القوي اللي ياخد بالأسباب لحد ما يوصل لرزقه، يبقى امشي في الطريق ده عشان تكون خير وأحب إلى الله. طب ولو ما قدرتش وكنت المؤمن الضعيف اللي مش قادر ياخد بالأسباب، فاطمئن، رزق ربنا هيجيلك بفضله. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.